عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ تاني يا لا اللي مش بيقول لا مثلا في علاقاته الاجتماعيه بيتعب، صح. فاهم؟ قال لي انا عمري ما طلعت بره مصر عشان مصر بحبها. هو مش قادر يطلع بره مصر. مش قادر تطلع بره انت مصر. مش قادر تطلع بره مصر. لو حسيت ان وجودك زي عدمه وسط ناس امشي كنت احسن لك. حبيبي يا عم، قول بقى يا عم روحت ليه بس هعترف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ النهارده حلقة تانية من بودكاست دردشة الشباب. يعني لو حد شاف الحلقة الأولى هي كانت في مكتبة اسكندرية يعني، والنهارده الحلقة التانية وهتخش نتعمق. مكتبة اسكندريه دي انا كنت سافرت اسكندرية والحلقة وما قلتليش، ما انت كنتش موجود. ما عزمتنيش كمان. جاي المرة الجاية. المرة الجاية. على فكرة برضه كان الموضوع كنا بنقعد تصوير وكده، وكنت بصورها في المكتبة في حد برضه؟ يعني طلعنا مش عارف ايه مشكلتي معاك. هو تقريبا مش خسرنا معاك انت، مش مع التصوير بس. بالظبط. النهارده معانا صديقي واخي وحبيبي والوش بسكوتايه، بس هو من جواه مش بسكوتايه. لا، اللي هو بسكوتايه، عارف اللي هو زي اسمها ايه؟ اللي هو بسكوتايه بس عورك. بسكوتايه بس عورك. هو ده فعلا ده المعنى الحقيقي. ما هو عايز اقول لك حاجه، مصر تعمل اكتر من كده. انت الواد ليش ده هتمصر؟ عايز اقول بس ان الواد ده كان جاي حرفيا من بره، بص عسليه اتشرس. وده النهارده موضوع الحلقه. ازاي اتشرست يا عبد الله؟ ازاي اتشرست بجد؟ الفكره ان عبد الله كان بره مصر وجي طبعا كنت عايش بره اساسا، صح؟ طبعا. فهو جه هنا كفرد جديد. اول ما دخل جه في مصر ودخل طب، الاثنين مع بعض فاهمني. فانا عايز الفيديو ده اهميته حاجتين، ان احنا نقول التغيرات اللي حصلت ما بيننا احنا. يعني انا مثلا كنت في مصر بدرس في مصر، ايه التغيرات اللي حصلت معايا عشان ازاي اتاقلم مع طب، وده واحد بره مصر فهو عنده صدمه حضاريه وصدمه علميه الاثنين مع بعض حرفيا. النظام هنا غريب في كدراسه بالنسبه لي. انا لسه عايز اخش في الموضوع معاك اهو. انا عايز اسالك بس سؤال بديهي، هو انت ايه سبب دخولك طب من الاول يعني؟ لا انجز. ما اعرفش. ما دي المشكله. هو ممكن تستخسر مجموع. مش عارف. ما هو ممكن غالبا انا دخلت استخسر مجموع وبر والدين، يعني فاهم حاجه زي كده. لان انا حرفيا لحد دلوقتي مش عارف السبب الحقيقي، لان انا مثلا دي من الحاجات اللي انا مش بس انت داخلها. كويس يعني ما شاء الله عليك. انا كويس في كلينيكال جامد ما شاء الله عليك. كلينيكال. ما عنديش مشكله على فكره، انا بهبد وبيطلع صح. المهم بهبد وبطلع صح. بس الفكره في ايه، ان هو انا اصلا داخل من الحاجه دي مش حب، يعني مش عشان انا بحبها. انا خليت نفسي ان انا حباها فيما بعد في حاجات معينه. فاهمك، اللي هو عشان يعني انت حبيتها جوه وانت بتدرس، مش قبل ما تخش. لا مش ان انا بدرس. حاجات اصلا ما لهاش علاقه بالدراسه، يعني مثلا حاجات اللي هي تبع الريسيرش اكتر. فدي يعني بس عموما على فكره الطب جميل مبدئيا، يعني عشان نكون واضحين مع بعض. عشان بس نكون واضحين، هو ده لا نزم على الطب يعني، احنا لا بالعكس كده، بس الموضوع يعني مرهق جدا. بس انا عايز اكلمك على حاجه. انا كان سبب دخولي طب ان انا كنت اول في صيدله، فعملت شيفت كارير من صيدله لطب بسبب برضه الصدمه العمليه ان انا نزلت الواقع. انت شفت الصيدله اصعب من الطب؟ يعني مش صيدله اصعب من الطب، بالعكس انا كنت في الصيدله طبعا الاول، يعني ما شاء الله الجيم بتاعي هنا بتمسح بالكمبيوتر حرفيا. هنا عارفين بنحاول نسرفايف. بس الفكره في حاجه ان لما نزلت سوق العمل في صيدله لا ما كانش احسن حاجه، كان الطب احسن كده. فانا كنت داخل كده عامه. خلي بالك لحد فتره بعيده في مصر عامه السوق الطب هيبقى عالي في الموت. وفي حاجه او السوق الوحيد اللي لسه بيسرفايف، لسه حدث بيسرفايف. فبعدين لما دخلت بقى بشري، وبعدين لما دخلت بشري حصل قصه اخرى تانية كده كنت احكيها في فلوج بروح اتفرج عليه عشان متوش فيديو. فكان سبب حاليا بقى النيه فعلا بتاعه الطب ان انا اوصل لاعلى مستوى دراسي واكون يعني اعلى قدر من الناس ان في اعلى مستوى دراسي وفي اعلى قدر من المهاره، ان لما يجي لي مريض ما يطلعش منه ما يعرفش عنه. طبعا ده بتوفيق ربنا كل حاجه طبعا مش بس انا بتكلم فكره ان ده بقى الهدف الاساسي دلوقتي. طبعا وضع على فكره بجد الحاجه من الحاجات اللي بتبسطك وانت في الكليه ان انت مثلا حد يدعي لك. بالظبط، لسه هقول لك ربنا يبارك لك يا دكتور، او ربنا يديك الصحه يا دكتور. دي بص فعلا كان تاني علم بعد العلم الديني هو العلم الطبي فعلا والله. طيب انا عايز بقى اكلمك على حته بقى، ايه يا اسطى الفرق والاحساس اللي انت حسيته لما انت كنت عايش بره مصر وجيت مصر؟ يعني مثلا ايه الفرق اللي حسيته ما بين مدرستك وانت هناك وثقافتك وانت هناك للي انت حسيته اول ما دخلت هنا مصر ودخلت الجامعه؟ هو عارف كده كانك مثلا جبت واحد من عايش في نظام، يعني احنا عندنا مثلا نظام في الدراسه معين هناك، نظام في كل حاجه معين. فانت لما تيجي تغير النظام ده وتدخل نظام جديد
حرفيا انت بيجي لك صدمه، وعلى ما تستوعب الصدمه دي ممكن تاخد وقت. يعني مثلا انا جيت هنا اكتشفت ان انا اول حاجه انت يعتبر هنا مغترب عن اهلك، فاهم؟ وكمان انت مطالب. البلد بقت هي الغربه، مش الغربه هي البلد. ايه على فكره خلي بالك، انا بالنسبه لي الغربه مش غربه البلد دلوقتي، غربه الاهل. ما هي غربه البلد بالنسبه لك عشان انت بعدت عن اهلك. دي فكرتي في الغربه. فبس انت حرفيا غير كده، غير الموضوع النفسي ان انت بعدت عن اهلك، انت حرفيا المسؤوليات اللي انت كانت متشاله عليك وانت مع اهلك حرفيا بقت كلها عليك مره واحده من غير اي مقدمات. انت عليك دلوقتي ان انت مثلا انت اللي تعمل اكلك من نفسك، انت اللي تروح تنزل تشتري انا كده كنت بنزل بشتري هناك، بس يعني ايه الفكره مش قصدي حاجه ان انت تعتمد على نفسك كل حاجه في مكان في دوله حد اهلك مش موجودين، فانت حرفيا كانك واحد كاني مغترب حرفيا، كانك مغترب واحد بتاخد بس فرق بين تشتغل وتاخد مرتب، انت اهلك بيدوك فلوس انت بتديك فلوس، انت تعمل كل حاجه الدنيا كلها بتاع. فحرفيا ده كان اجهاد على الواحد قوي ان انا مثلا اعمل المسؤوليات دي تقع عليك مره واحده، والفكره في مكان غريب مش متربي فيه. انا عارف ما اتربيتش في مصر. انا حرفيا انا جيت اتعلم اللهجه المصريه من اول ما نزلت. انا حرفيا السنه الاولى كنا قدامكم مصر لا مش كده، انا حرفيا كنت بنزل اي سوبر ماركت او انزل اي سوق، الراجل بيعرف بيعلي السعر عشان شافني بتكلم بس انا خليجي اللي هو فلوس لدرجه ان انا كنت بقى ايه بحافظ نفسي، ما تقولش سياره قول عربيه، ما تقولش عيش ولا كنت الواد كان جاي طيب بشكل انا مش عارف اللي حصل. لا انا حرفيا دلوقتي بقيت اتعلم اساليب جديده عمر ما مش حد اتعلمها انا شويه حرفيا اشكل يعني دي مش بعيده عليك. حصل عندك انحدار طبقي. انا حرفيا دلوقتي كان عارف المهرجانات انا كنت مستحقرها في الاول، دلوقتي بقيت متماشي معاها لحد دلوقتي مستحقرها. لا انا مستحقرها بس فاهم بقيت عادي شغال ما بقتش ادي رياكشن وحش عليها. طيب ازاي بقى انت عرفت تتاقلم؟ عرفت اتاقلم خلي بالك اللي انت متعلمتوش، يعني انت مثلا الحاجات اللي انا متعلمتهاش في مصر الدنيا علمتها لي حرفيا. انا اتعلمت ان ذا هارد واي حرفيا. انا وقعت في كميه مواقف لا احسد عليها، مواقف نفسيه اجتماعيه عمليه كله حرفيا. انا كنت يعني مثلا كلها مواقف محرجه، كلها مواقف صعبه بقى في مشاكل. فالحاجات دي يعني ثقلت عبد الله عامر بمعنى صح، يعني لان انت عايز لك حاجه، انت جاي هنا زي ما بتقول قطه مغمضه ما تعرفش طريقه التعامل الناس مع بعضها. عايز لك حاجه بره في مثلا ثقافات كتير، يعني انت بتعيش مثلا مع السوري، بتعيش مع الهندي، بتعيش مع الافريقي حرفيا، يعني فاهم كل واحد بيتعامل ايه بقى بطريقه تانية، بطريقه غير اللي جه بيها من بلده، فاهم؟ انت جيت هنا فجاه لقيت ان في كود معين الشعب المصري كله الشعب المصري كله ماشي عليه، وفي بعض المناطق اصلا في مصر بيتعاملوا مع بعض بطريقه ثالثه، فاهم؟ كل مكان كل بيئه لها طريقه فيها طريقه تعاملها، في الناس بيفهموا بعض بلغه معينه، بيعرفوا بعض بلغه معينه، حتى طريقه الهزار. انا مثلا كنت بتفتكر ان اي حد يهزر معاك بتعتبره اهانه، غير دي حرفيا. مثلا انا بالنسبه لي الميمز اللي بتتعمل اللي بيعملها الشعب المصري انا بالنسبه لي مش بتضحك، كانت في الاول ما كانش بتضحك خالص وانا كنت بقول ميمز يعني مثلا ما كانتش هم بتضحكهم اصلا يعني احنا كنا حرفيا مسترخمين بعض فاهم؟ فلا يعني كان الوضع صعب. انا حرفيا على ما اتاقلمت على الميمز هنا حرفيا اخدت وقت حلو يعني. بس انت بقيت ميم لورد دلوقتي يا اسطى. لا ميم لورد يعني بس صح مش اكتر من الشباب. عايز اقول لك حاجه، انا الميمزولوجي اللي هو جروب الميمزولوجي اللي عندنا ده حرفيا انت فتحت جروب. انا حصل لي تروما بسبب حصل لي تروما في اولى، بعد كده ما عدتش بدخل ده بسبب الموضوع نفسه اللي انا كنت جاي يعني عايز اقول لك حاجه اكمالا انا عشت بره كتير، وعايز اقول لك حاجه انا مش من الناس اللي حتى لما كنت باجي في مصر انا كنت بقعد في البيت، كنت صغير ساعتها في فترات ما نزلتش مصر خالص، او حتى بنزل اقعد مش بتعامل كتير. تكمل. حصل بس الاستاذ ما كانش يظبط احنا نكمل مش مشكله كله يتصل بالمونتاج. اهم بقى حته في صراحه دي اهم حته صراحه اللي عايز اسالك عنها. شخص مغترب عايش بره، فاكر نص دفعتنا كان مغترب اساسا، يعني نص دفعتنا حرفيا مغترب والله بجد، نص جامعتنا مش نص دفعتنا بس، فاهم؟ فالفكره انت كشخص كنت مغترب بره، ازاي انت عرفت تتاقلم بسرعه على المستوى الدراسي وعلى المستوى الاجتماعي؟ ركز على حته الاجتماعيه ديت، عشان انا في ناس شفتها والله العظيم بتيجي من بره لحد دلوقتي تعتبر وحيده او نوعا ما خدوا على قفاهم من العيال. ازاي انا كشخص اعرف استنقي الناس اللي معايا واللي مناسبين من البيئه بتاعتي، وفي نفس الوقت اظبط دراستي؟ عشان الطب انا واحد ما يعرفش يظبط الاثنين مع بعض، فاهم؟ انا ممكن اقول لك انا تجربتي الشخصيه بس ده بالنسبه انا هقول لك التجربه بتاعتي. انا حرفيا يعني انا هكلمكم من اول حاجه من الناحيه الاجتماعيه.
الناحيه الاجتماعيه انا رميت نفسي في اي نشاط ما شاء الله حرفيا انا كنت ماسك كل حاجه. انا هتلاقيني ريدنج كلوب شغال، كنت عارف وشغال اتحاد واسر ومؤتمرات وطلعات ونزلات. واظن على فكره ان دي الحاجه اللي خلتك اجتماعيا معروف قوي. فانا انا رميت يعني نفسي في الحاجه ولقيت فاهم خليت زي ما بيقولوا الموجه تشيلك، الموجه تشيلني فاهم. وفعلا يعني شدتنا فوق قوي يعني. لا بس انا عديت حاجه حلوه. انا عديت. المشكله بقى الديفكت اللي انا عملته ان انا عديت الحد بمعنى اصح ان انا وسعت الدايره ووسعت الموضوع قوي لدرجه ان انا ما عرفتش المه. فضغط عليك دراسيا بقى. ضغط عليا دراسيا. وفي مشكله كمان ان انا عايز اقول لك حاجه من نوع للاسف اللي مثلا ممكن يفضل مصالح بعض الناس او انا يعني مصالح الناس على مصلحتك. يعني مثلا بمعنى ايه ان حد مثلا طلب مني حاجه انا لازم اعملها دلوقتي واخلصها دلوقتي. زمان جايب مخصوص من لا انا كده كنت متفق معاك من زمان وانا كده عايز اعمل الحاجه دي. بس الفكره في ايه؟ في بعض الناس مش بقول لا. اللي ما تعرفش تقول لا. اللي مش بيقول لا مثلا في علاقاته الاجتماعيه بيتعب. صح فاهم والله العظيم صح. يعني فاهم. انا بقى تعبت في الفتره دي قوي لحد مثلا خلال مثلا اخر سنه ثالثه. تخيل لحد سنه ثالثه او رابعه ما كنتش عارف اقول لا. بعدها بدات اقول لا. يعني لقيت عندي دلوقتي ايه بيتيسر لي ان انا في حاجات انا مراكمه مع نفسي مش المذاكره بس. مشاغل مسؤوليات. عايز اقول حاجه انا واحد عنده اخوات دلوقتي والمفروض انا بقول مسؤول عن اخواتي فاهم. لان انا يعتبر بالنسبه للاهل هنا انا الكبير هنا. انا ماسك كل حاجه. فما ينفعش ان انا اكون مثلا سايب مثلا الحاجه دي واروح مثلا اشتغل حاجه في الاتحاد بالظبط او اعمل مؤتمر او اعمل رحله او مثلا اعمل اي حاجه. فعشان كده الضغط اللي عليا ده خلاني لا انا لازم استغنى عن الجانب الاجتماعي. وبالفعل انا اندثرت اجتماعيا في سنه ثالثه او رابعه. في حاجه صراحه حلوه حصلت. انت بالرغم انك انت ممكن تكون اندثرت اجتماعيا كده بس انت البيس كان كويس. مش كده بس. انت كان معاك صحاب ان هم كده يكون احسن ناس فعلا. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انت يعني السكشن حتى بتاعك من احسن العيال الموجوده. وانا مصطفى شخصي اكتر ناس بحبهم. وحابب اخص كده عمر عماد وعمر علاء لازم والشباب. انا بص انا فعلا بجد عايز اجيب انت عمر عماد وعمر علاء وعمر عايز كمان عطار. بص عطار لسه عنده حاجات تكون كده تحسه غلبان موت. لا بصراحه من اكثر الناس محترمين. انا لازم الحلقه نجيبهم كلهم. لازم لا نجمعهم كلهم في نفس الحلقه. اجيبهم رجاله فاهم. اجتماعيا يعني انا في خلي بالك انا وقعت في ناس مش لطيفه. تأكيد. عايز اقول لك حاجه انا وقعت والسودة. بس عايز اقول لك حاجه انت مش هتتعلم حاجه في دنيتك غير من تجربه. يعني اختصارا اللي انت قلته انك انت كشخص لما تيجي تخش في الانشطه من بره تخش في انشطه الجامعه وتحاول يعني تكون مع الناس كلها وتعرف على اكتر قدر ممكن بس بليميت معين. بس لازم حاجه انت برضه لازم يكون عندك كرايتيريا وانت بتتعامل مع الناس. الفكره بالظبط ان انت مثلا انت لسانك يبقى حلو تبقى يعني ما تغلطش في حد. تبقى سهل هين بس يعني مش ايش هين دي. لا سهل اللي هو يعني سهل لين يعني في الكلام. لا عامه فاهم ما تعملش عداوات مع حد وفي نفس الوقت يعني ما تخليش اي حد يضحك عليك. انا عايز اقول لك بس حاجه من قبل ما اتعامل مع عبد الله عامل وكده كان صبيت بالظبط غلبان موت. عبد الله طيب قوي كلنا بنحبه بتاع حد ما اتعرف عليا من يومين. عرف الشخصيه العنصريه اللي موجوده جوه. لا بص الفكره انا شخص يعني فيها دي ان ايه التنمر. ده حاجه مترسه عندنا. انا عنصري في فرق. ما انا اسوء بقى. لا عنصري طبقي فاهمني. انا في واحد كان معانا دلوقتي عاصم فاكر لسه قال لي انا عمري ما طلعت بره مصر عشان مصر بحبها. هو مش قادر يطلع بره مصر. مش قادر تطلع بره مصر. مش قادر تطلع بره مصر. لا بس بتكلم في كده يعني انا وانا على فكره برضه مش قادر اطلع. كلنا قاعدين. انا بس هتكلم معاك في الحته ديت. انا بقى ممكن بصراحه ازود لك حاجه ديت كاضافه مني على الموضوع الدراسي. انا برضو زيك شخص اجتماعي الحمد لله جدا. لا ما انت معروف عنك يعني من سنه اولى مكسر الدنيا. في سنه اولى وقفني جيت بقى في ليفل سنه ثالثه حصل نفس الفكره. بس في حاجه بقى انا ما كنتش سايب الدنيا تفوت. عارف امتى يكون في ليميت وعارف امتى يكون غلطت الصح بقى من الاول. وده دي حاجه دي بقى الفكره اللي مش قصدي. دي كانت الميزه عندي ان انا كنت في مصر. في مصر عارف اتعامل مع الناس اكتر منك. ما انا عايز حاجه دي بقى دي مع شخصيات اول مره اشوفها في حياتي. بالظبط هقول لك دي اكتر حاجه. فالحاجه اللي انا انصحها انك انا بالنسبه لي في الجامعه ليا 1 2 3 بالكتير. هم دلوقتي هم اخواتي باقي كل الناس صحابي كلهم احنا كلنا تمام مش صحاب. في فرق. لا في فرق. هو فعلا انا الصحاب درجات
انا بالنسبه لي صحاب درجات، في حد في المرتبه الاولى ده ما ينفعش اتاخر عنه، في حد درجه ثانيه عارف اللي انا قلتها قلت دي في العمرولوجي، انا بعمل عمرولوجي مبدئيا انا قلت ان انت الناس كلهم صحابك، بس انت حرفيا انت يعني تدرج الناس درج الناس يعني وتبقى عارف في حاجه. مثلا انا لما يبقى في مشكله مثلا شخص عايز عليا قوي 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 وحصل بيني وبينه مشكله، مش بقلبها عداوه، انت كنت صاحبي فوق انت بقيت هنا فاهمني، بس ما هو ده اللي بيحصل مش عشان حاجه. انا دلوقتي الفكره ان حاجه زي كده بتعلمك بحيث انك تطلع من سنه 5 او بعد سنه الطب ديت صدق ان الصحاب او الشخص اللي انت هتلاقيه كويس. انا ممكن اقول لك ان حاليا مثلا من اكتر الناس اللي قريبه مني واعزهم عندي فعلا هو انس، وغير انس كتير. انس يعتبر هو اعز شخص عندي لحد دلوقتي من سنه اولى لحد دلوقتي. بس هو راجل محترم على فكره، الناس ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، حبيبي قلب اخوك حبيبي يا عم، هيشوف الفيديو اعرف ان انا بقول عنك كلام حلو ازاي ده. بس الفكره انا بتكلم فكره ان انا مثلا اتخرج فلا هو ده الشخص الموجود، غير بقى انا والشباب وبقيه الرجاله وحتى قبل كده. وفي نصيحه برضه عايز انصحها دي بقى ليكم انتوا، لو حسيت ان وجودك زي عدمه وسط ناس مش هيكون احسن لك. مش شرط تكون، ممكن تكونش مشكله فيهم، تكون مشكله فيك انت، او تكون فعلا مشكله فيهم هم. يعني خلي بالك من الفكره ما تحاولش تبذل مجهود كبير قوي في انك تبقى وسط ناس انت مش فاهم. يعني ما تحاولش انت تفرض نفسك على حد بمعنى صح. بالظبط. يعني مثلا حد مش قابلك حتى لو انت كويس مش هيقبلك. عارف مثلا لما يكون في شله صحاب وانت وسطهم فانت تحس انك انت بعيد وهما الاثنين منغمسين وانت الطرف يعني ما تبقاش انت الطرف الثالث. بالظبط يعني مش الطرف الثالث. انا بتكلم مثلا لو جروب او صحاب مثلا 5 6 7 وانت اللي هو محدش مش فارق لحد فيهم، لا امشي بكرامتك احسن، مش عشان حاجه، مش عشان هم وحشين، عشان نفسيتك انت بس، وعشان نفسيتك وعشان تدي فرصه لناس ثانيه تدخل. انا بقول لك انا مريت بالموقف ده، رحت مسحبت رجلي من وسط الجروب، وقت حرفيا رحت مسحبت رجلي من الجروب ده وخلاص. هم ستيل حبايبي واخواتي وبحبهم موت والله العظيم ربنا يعلم انا بحب الشباب دي قد ايه. بس لا انا مش حاسس ان حسيت ان مش مكاني، ده مش يعني ده مش مكاني دلوقتي، مش الناس اللي انا حاسس ان انا اكون وسطهم وكذا. ممكن يكون مش مشكله مش مشكله مع عند حد، بس لما انا طلعت جت الفرصه للناس الكويسه فعلا. خلي بالك مش شرط مثلا يبقوا يعني هو ممكن يكون مثلا مختلفين مثلا في التفكير بالنسبه لي، طريقه تفكير طريقه تعامل فاهمني، مش شرط ان هم يكونوا وحشين عامه. فالنصيحه عشان نخلص البودكاست ده ونكملها عشان ما نطولش برضه الفيديو كده. انا حاجه من ناحيه عبد الله انك انت لما تيجي تخش الجامعه، عشان اهم حاجه العلاقات الاجتماعيه في الجامعه ان هي دي اللي بتفرق وبتغير فيك موت. انا مستواي الدراسي انا كنت جاي من صيدله شاطر، بس انا كنت بذاكر كتير قوي. اللي دعمك ايه؟ زمايلك اللي معاك، دعم اصحاب، وعلى فكره مش هقدر منهم، وممكن في دعم سلبي يعني دعم سلبي بالظبط اللي هو يوقعك اكتر معاه، مش يخليك حد عارفه هيبقى عارف نفسه ويشوف الفيديو ده. وحتى مثلا بحبه موت يعني. واقف ولا ايه؟ لا واقف. لا الواد اسامه ما شاء الله عليه، يعني مثلا اسامه من الناس اللي فرقت معايا انا قوي قوي قوي. مين اسامه فاروق. اسامه فاروق بص ما مش بفتكر اسماء. لا كنت انا وهو مع بعض مثلا سكننا مع بعض، وهو ستيل لحد دلوقتي من اعز الناس عندي. هو فرق معايا مثلا على مستوى الدراسه، فهمني مثلا ازاي ان انا اذاكر بشكل مختلف. يعني انا كنت في صيدله، انا كنت كده في الكيمياء والفيزياء والحاجات ديت كده كنت مثلا موجود قليل قوي. هنا لا بحفظ كتير، فانا ما عنديش كتب حفظ عاليه. فالفكره انك انت تبقى وسط ناس كويسه ده بيحسن منك بيحسن منك قوي. وفي نفس الوقت انت تبقى عارف اذا كان الناس ديت بقيه الناس هل دلوقتي انت تكمل معاهم ولا لا، عشان لما تطلع من سنه 5 تكون هي ديت او خلاص تكون هي ديت الناس اللي معاك. بالنسبه للجانب الدراسي صراحه الحاجه اللي بتكلم فيها انك تنظم وقتك في جزء البلك. يعني انك تصحى مثلا الساعه 7 الصبح من 7 ل 8 انت عارف تعمل كذا. على فكره نظمت الوقت بمعنى اصح، نظمت وقتك بالظبط. مش نوم بس، انا بالنسبه لي كان احسن وقت ظبطت فيه كنت اليوم مش النوم النوم مع اليوم. يعني مثلا فاكر الموضوع اللي مثلا لسه لحد 30 يوم نصحى الفجر كده، من اول ما نصحى الفجر تظبط وقتك بالبلط. يعني من 5 لحد الساعه مثلا 9 مثلا عارف ان 4-5 ساعات دول تعمل فيهم كذا، من كذا لحد الساعه كذا عارف تعمل فيهم كذا. تخلي جزء وقتك بركات. تاني حاجه ما تركمش، عشان انت لو ركمت هتتبهدل. اقول لك حاجه، اقول لك تجربتي في الموضوع ده هي كانت مأساوية الصراحه. انا حرفيا لا انا يعني في جزء في اولى انا فضلت الموضوع الاتحاد، بس انا صراحه ربنا عداها معايا ستر كده. بالظبط. بس الفكره في ايه ان هو انا حرفيا كنت براكم بطريقه شنيعه وكنت نومي بايظ يعني فاهم. واحد بقى جاي بقى خلاص انا ذاكرت عشان عندنا خلي بالك 3 سنين الثانوي عندنا 3 سنين تراكمي. يعني اول سنه بتشكل 10% من مجموعك، ثاني سنه 20%، ثالث سنه 70. وحصل كورونا خلت يعني اول سنتين درستهم ما لهمش اي لازمه،
وكمان وحطت حطت كل اللود على اخر 3 سنه ثانوي. فحرفيا انا اللي هو انت جاي او عارف نفس الدماغ دي تسطح، هي دماغ جايبها من صدر عشان كده بقل مذاكره وبرتب وبجيب جي بي عالي لا انا على فكره بذلنا مجهود حرفيا. انا روستد في ثانوي حرفيا شويت. فحرفيا انت جاي بقى مش عايز افتح كتاب خلاص، دماغي قفلت. بص طب يعني هتفضل تذاكر بقية حياتك، بس الفكره انك ازاي تحول المذاكره بتاعتك من هو واجب عليك لروتين في حياتك. هي دي الفكره كلها. دي بقى بتوقيع عقلي البيرن اوت، لو انت هتتكلم عنه في موضوع تاني. لا ده البيرن اوت ده يعني حرفيا انا هتكلم فيه. انا جالي بيرن اوت وفي يعني حتى ما ظبطت الموضوع البيرن اوت عندي. عشان كده انا كنت الناس كتير بيسالوني عايز اتعالج البيرن اوت اصلا. بص عشان اكمل لك بقى حته البيرن اوت ديت، انا من الحاجات اللي فرقت معايا بعيدا بس على الاوفر ويت ده ان انا كنت بتمرن بجد. كان الفتره اللي نزلت تمرين فيها نفسيتي رجعت. انا في سنه رابعه خلصتها من كتر ما كبيره، فطلعت باوفر دوز اكتئاب. وكنت بص انا كنت بعمل ايه؟ انا حرفيا عشان ما اخليش الدوبامين يسيطر عليا. فانا اما الدوبامين حرفيا يسيطر عليا، فلو انا يعني وقفت الدوبامين دي سنتين هيجي لي بيرن اوت. دي قصه كبيره يعني. بس عموما انا كنت بدل نفسي مثلا مكافاه عن وقت مذاكره معين. بص كتحفيز الدوبامين الصحي ديت احنا بنعمل عليها حلقه كامله. دي الطريقه انا مشيت بيها. انتظروا الفيديوهات القادمه على البرين نوت والدوبامين الصحي. في على فكره طرق كتير ان انت حرفيا تقضي على البيرن اوت او تقلله على الاقل تحجمه. بالنسبه بس كده يا جماعه، التمرين والرياضه هو حاجه اساسيه زيها زي المذاكره. كان عايز اقول حاجه، انت لو نزلت من بيتك اتمشيت في المدينه مثلا عندك مش كده بس عايز اقول حاجه. انا مثلا شخص انا لسه نازل قريب وكده، انا برجع يا اسطى كونك انت تخرج من الاوضه ده خلاص انت كده بتفك جزء من البيرن اوت اصلا. عشان دي النصيحه في نهايه الفيديو، انت حياتك في الجامعه لازم تمشي بالترتيب ده. دينك وتحافظ عليه كويس قوي، لان دي من اهم حاجه العامل الديني هو اللي بيديك الدافع اصلا. بالظبط. مش كده بس، لازم تبقى وسط ناس بتحافظ على علامه دينك. الدين رقم 1. ما تقولوش مثلا واحد صاحبك مثلا تروح تقول له تصلي، لا اصل تعالى اصل احنا متاخرين. اصلا انا مثلا الحمد لله اتفق ربنا كده. انا كان ليا اصحابي لو اتاخرت يلا يبدي 60 في 70 انزل دلوقتي. عايز اقول لك حاجه، انت في غير الفروض. انا بكلمك على غير الفروض. القيام الليل، انا حرفيا كنت الفتره اللي مشيت فيها على قيام الليل بانتظام. حرفيا انا حياتي كانت فله، كانت متنظمه، كان عندي دافع. حرفيا انا كان متاكد البيرن اوت ما يقربش مني بسبب بالظبط. بص هو فكره بالظبط كده. انت لازم تبقى حياتك دين، صحه ورياضه، مذاكره. ده الترتيب الصح. اي حاجه بقى الثانيه دي زيادات حاجه كده. بس ده الفكره، ده اللي هو دين صحه ورياضه. انا كان عندي مختلف صح الموضوع. انا كان عندي دين مذاكره ثم رياضه. على فكره خلي بالك، انت عملت 3 كويس، مش شرط بقى علاقات اجتماعيه. لا بس الفكره انت لو مشيت بالثلاثه دولت في حياتك وخدت ده المرجع والحاجه الثابته في حياتك، صدقني هتتحسن على مستوى الدراسه، المستوى النفسي، المستوى العملي، والمستوى الاجتماعي. المستوى الاجتماعي ان انت تكون فيه تتواصل مرحله انك انت الناس اللي شبه بعض بتتجاذب مع بعض، فاهمني؟ فانت هتلاقي اللي شبهك. وما تقلقش من حته الاجتماعيات، خصوصا لو انت شخص جاي من بره او حتى انت لسه داخل في الجامعه حاجه زي كده. عايز اقول حاجه، انا لما كنت في الكويت لما كنت مهتم احنا كنا يعني عندنا الدوله نفسها كانت مهتمه بالجانب الديني. ان احنا عندنا حلقات تحفيظ عاملاها الحكومه اصلا. ودي حاجه كويسه. والفكره لا لو تعرف تحفظ قرآن انت احفظ قرآن وحاول تطلع من جمالها. حاجات بتساعد يعني فاهم. في حاجات كتير كانت بتساعدني هناك ان انا ما يجيليش بيرن اوت اصلا. الفكره بقى الحاجات دي شغلانه لازم انت تعملها على نفسك. هنا لازم انت اللي تسعى ليها. بالظبط. فاهم. مش شرط ان هي مثلا تلاقيها مثلا هناك بتلاقيه مثلا يقول لك يا جماعه فيها حلقات اشتركوا. هنا مثلا مش هيقول لك حاجه. هنا بالعكس انت بتدفع فلوس عشان تدخل الحلقات دي. بالظبط. في اختلاف كبير صراحه. بس احنا هنا برضو وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. انا حابب بس اقول حاجه اخيره. بص يعني ملخص الموضوع، انت عايز تاخد نصيحه حد من بره، انت كده عامه اعمل حسابك انت داخل عالم تاني حرفيا. اللي انت شفته بره مش بنفس سهوله، او حتى لو هو صعب مش بنفس صعوبه هنا. لان هنا في مصر الحياه صعبه على الكل. فالناس بتلاقي بتجري في كل مش بتلطش في كل ناحيه. فانت لازم تتعلم ان انت تكافئ، ان انت يعني مش تضغط على نفسك، ان انت تحاول ان انت تسرفايف. بمعنى ان انت تحافظ هنا، لازم انت تحافظ على دينك. لان مثلا الاخلاق انت عارف منعدمه عندنا، الناس ما عادش بتفكر في ربنا خلاص. فلازم تهتم بصحتك. مش حد هيقول مش مع والدك مش موجود ووالدتك مش موجوده، مش حد هينصحك. ده كله ما بيعملوش غير لما تلاقي صحبه كويسه. ودور على صحبه. اهم حاجه صحبه كويسه. ممكن على فكره في ناس كتير انا اعرفهم اصحابي طلعوا من الثانوي
شربوا مخدرات بعدها. انا الحمد لله من ربنا، انا من الناس اللي ربنا عافاني ان انا ما شربتش ولا سجاير ولا مخدرات، مع ان انا اصحابي 3/4 سجايرتيه. فاهم؟ فالحمد لله على كل حال. ما عادش بقى واحده خسيه ده اخوك يا عم والله بعد الحلقه كل اللي اعرفه ما حدش فيه، مش هتفرق يعني. نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله يا شباب. حلقه جايه تبقى ان شاء الله. بصراحه انا شايف الحلقه جميله، انا حاسس ان هي هتبقى جميله يعني. مش انت وش رايك، هم اللي يقولوا رايهم. صح صدق. عموما حبيبي يا عم، قول بقى يا عم روح ليه